بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. النهاردة يا جماعة حلقة جديدة مع منتج جديد ومنتج جميل جدا. جراب للترايبود اللي هو الترايبود ده اللي هو حامل الكاميرا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، دي مهمته ان هو يشيل الجراب الترايبود بتاع الكاميرا ويعمله او صنعته اسهل من السهولة. تعال نشوف في دقائق معدودة هنشوف هنعمل الجراب الترايبود ده ازاي. بداية هنجيب اللي هو الجلد بتاع الشنط اللي احنا عارفينه طبعا، لو بتاع الشنط بيجي من عند اي حد بتاع جلد او قطعة. هتجيب متر مثلا وتقيس 45 سنتي في 70 سنتي. تمام كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط، 45 عرض في 70 طول. ماشي، تعالوا نشوف بقى هنحتاج ايه تاني. هنحتاج أربع قطع، قطعتين حمر وقطعتين سمر. القطعتين الحمر دول قطر الدايرة يا جماعة هيبقى 14 سنت. قطر الدايرة ركزوا معايا الله يرضى عليكم، لأن في ناس بتقول لا احنا ما فهمناش. لا، قطر الدايرة كام؟ 14 سنت. ونيجي قصينهم هنحتاج منهم كام؟ 4 قطع، 2 حمر هما. تمام، و2. ونجيب بقى الفيل اهوت، هنجيبه ونقطع برضو نفس المقاس، وهناخدها كده ونحط الطبقة التانية فوقها ونخيطها على المكنة. ليه؟ عشان تدي صلابة كده للغطا، لأن هو ده الغطا. تمام، القطعتين التانيين هما السمر. تمام. جينا شفنا بقى الطلبات كلها. الفيليكتو اللي هو هنا ده يا دوبك احنا عايزين طول 70 سنتي بس. وده اللي هي الحلقة دي اللي هي بتاعت الحزام، كلنا عارفين شكلها اهوت. تمام، والحزام والسوستة طبعا هتبقى 45 سنتي، ودي قطعة، والحزام هيبقى 90 سنتي، والدايرة طبعا ل 14 سنتي، والحتة اللي هي 45 في 70. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف دلوقتي هنعملهم ازاي. ادي الفيلت اهوت وخيطناه، طلع تمام زي الفل. الفيلتو ده لو تخين على المكنة عندك، ولانه كان تقيل قوي على الابرة وكان بيكسر الابرة لما بيجي على الحتة التخينة، كنت انت ممكن تعمل فيلتو. يعني انت ممكن تعمل فيلتو عندك في البيت. انا عامل فيديو لان انت ازاي تعمل فيلتو باي لون بقى باي شكل، حاجة جميلة جدا يعني. قفلنا احنا اهوت الجلد كده خلاص. بعد ما عملنا الفيلتو هنجيب بقى دلوقتي هنعمل الظهرية اللي هي الارضية، اللي هو الغطا من تحت مش من فوق. ده الغطا من تحت اهو. لو ما ثبتش معاك كده الاتنين فوق بعض الطبقتين، دبسه بدبوسين. تمام، ونيجي عاملين له الفليتو. انا جايب ده من فيديو تاني، ماشي، الحاجة تانية يعني، لان ما كنت صورت كانت الكاميرا الشحن كان خلص وكملت من غير ما اصور يعني. زي ما احنا شايفين اهو، بنقفل الفليتو اهو على بعضه. بصوا القفلة عاملة ازاي. هنجيب حتة جلد صغيرة بنفس اللون وبنفس الشكل وتيجي جاي عاملها كده وجاي ايه قافلها. وهنشيل التلات دبابيس دول لان احنا كنا ده الغطا اللي تحت، ده الغطا اللي تحت يا جماعة. ودي المفتاح اهو، هناخد دي بس اهوت وهنخيطها، وهنخيطها برضو في الغطا اللي هو اللي تحت اللي هيشيل الحزام. لما نخيطها اهوت وثبتناها، هنيجي دلوقتي نثبتها في الغطا ده، الغطا اللي تحت برضو اهو، ونروح عليها مرة واتنين وتلاتة، لأن هي دي اللي هتشيل. يعني هي دي اللي هتشيل بحيث إن هي حد يشد الحزام وقع بتاع ما يتقطعش. ونبدأ بقى دلوقتي نلزقها في الجراب اهو. القفل على نفس القفلة اهو من جوه. كل الشغل في المقلوب يا جماعة من جوه، كل الشغل من جوه اهو. هنبقى حاطينها كده ونبقى نازلين تحت المكنة ونجيين ايه مخيطينها. أرجو إن يكون كل شيء واضح. يعني الكاميرا مهزوزة شوية بس معلش، يعني عشان أركز بقدر الإمكان وأوريكم الحاجة بتتعمل إزاي. الموضوع سهل وبسيط جدا يا جماعة، ومهوش يعني صعب خالص. ده الميزة في الموضوع ده، إن لما إيدك بتاخد في الحاجة بتبص تلاقي نفسك الحاجة بدل ما كنت بتعملها في نص ساعة بتعملها في 10 دقايق، بتعملها في 5 دقايق كمان. ده
الا اللهم صل سيدنا محمد، ايه الغطا اللي فوق. ده الغطا اللي فوق يا جماعة، ده الغطا اللي فوق. جبنا السوستة اهوت اللي هي 45 سنتي وقفلناها بنفس النظام كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. شوف شكلها هيطلع عامل ازاي في الاخر. اما نعدلها بقى كده، والبتاع الحمرا دي العلاقة. هنفك بقى طرف السوستة التاني عشان نخيطه في ايه، في الجراب. ده برضو من فيديو تاني يا جماعة، علشان انا ما صورتش، كانت البطارية خلصت واضطريت ان انا اكمل يعني. هنجيب طرف السوستة التاني ونقلبه. بص بنقلبه اهوت، هو مقلوب كده عشان نيجي نعدله تاني ونخيط عليه كمان مرة. ده احنا خيطنا مرة اهوت. ودي المرة التانية اهيت اهو، عشان ايه نثبته. ده زي ما قلت لكم، ده مش ده الجراب، ده جراب شيشة على فكرة، بس انا هو نفس الفكرة برضو يعني، هو نفس الفكرة بنعمل الغطا بيتعمل ازاي. لان ده كله انا ما كنت صورته. وهركب اهوت السوستة في السوستة. تمام. طبعا السوستة ممكن تغلبك شوية، بس هي في الاول في الاخر هتركب. وبكده يبقى خلص. وزي ما انت شايفين اهوت بقى ما شاء الله جراب ما خدش بالظبط 10 دقايق. انا مش مسرع الفيديو ولا حاجه يعني، هي بعض اللقطات كده بتسرع الفيديو، بس لما ايدك تاخد في الحاجه هتبص تلاقي نفسك ايه بتشتغل على طول. لو عجبك الفيديو او حاسس ان في حد ممكن يتعلم صنعه ويستفيد، ما تبخلش علينا بانك تشارك، تعمل اعجاب وتكتب لنا اي تعليق، اي حاجه، اي تاكد ان اي منتج انت عايزه انا ممكن ابعت لي صورته بس وانا ممكن اعمله لك. ماشي يا جماعه، مع السلامه.